أسهل طريقة لعمل البليلة في البيت. هنجيب حب البليلة وننقيه كويس جدا ونطلع منه كل الشوائب، وبعد كده هنشطفه شطفتين كويسين جدا. بعد كده هننقعه ساعتين، ما يزيدش عن ساعتين بس عشان الغازات الضارة تطلع منها. وبعد كده هنحطه في مية على النار لحد ما يغلي. هنحطه في الحلة كده ونسيبه يغلي غلوتين 3 بالكتير، بس المية لازم تكون غزيرة كده، وتكون برضو المية بصوا صافية ازاي. ده معناه ان احنا غسلنا حب البليلة كويس جدا. دي بقى البليلة بعد ما غليت غلوتين 3. تمام، بصوا هي كده ما استوتش تمام، بس احنا هنكمل سواها ازاي بقى، ان احنا هنطفي عليها دلوقتي حالا. تمام، بصوا بقى المستوى اللي هي واصله لحد عنده. تمام، وشوفوا فيها ميه قد ايه. هنمسكها هنغطيها كده ونسيبها ساعتين 3. هنيجي هنلاقيها مستويه، وهنلاقيها فشرت ومستوى يعني كل الميه دي هتروح، هيبقى كلها الحب مستوي وهيفشر. ودلوقتي ده الشكل النهائي، وممكن نسيبها اكتر من كده كمان، بس انا شايفه كده حلو. تمام، بصوا بصوا البليله فشرت خالص، بصوا واستوت. تمام، دلوقتي مش فاضل الا انها ايه، تحط لها اللبن والسكر، ولو في حته زبده او حته سمنه بلدي، وبالهنا والشفا. وده بعد ما خلصنا البليله. يا رب تكون عجباكم، طعمها تحفه، وهي بتدفي بصراحه في الشتاء اللي احنا فيه دوت، ومغذيه جدا للاطفال. فيا رب تجربوها وتعملوها. وطبعا دي مكسرات اللي حابب يضيف مكسرات، مع اني انا بحبها كده ساده من غير اي حاجه. وباي باي، سلام.